بيكم في حلقه جديده من برنامج عين. عندنا النهارده اخبار فنيه كتيره جدا وكمان انترفيوز مع كل النجوم اللي انتوا بتحبوهم واللي هنعرف منهم ايه اخر اخبارهم وحكاياتهم. كل ده اكسكلوسيف وبس لبرنامج عين. كواليس مبسوطه يا توته اكسكلوسيف لعين. تعالوا دلوقتي نعرف مع بعض اكسكلوسيف لبرنامجنا احنا الوحيدين اللي قدرنا ندخل كواليس السيت كوم الجديد مبسوطه يا توته. خليني اقول لكم ان الاسم ده لغايه دلوقتي هو اسم مؤقت، يمكن بعد كده يغيروه. طبعا السيت كوم من بطوله طلعت زكريا ومي كساب وسوسن بدر ومحمود العسيلي وجانا. تعالوا نعرف مع بعض دلوقتي التفاصيل اكتر عن مبسوطه يا توته. موجودين طبعا في كواليس احدث سيت كوم للفنان طلعت زكريا. منورنا في عين. اهلا بيكي، انتوا اللي منورين والله. مبسوطه يا توته؟ توته مبسوطه قوي بس احنا تعبانين. تقولنا اكتر تفاصيل عن مبسوطه يا توته. بصي، هو ده طبعا سيت كوم بس يعني نقدر نقول عليه ميني دراما، لان في الاستوديو هنا وفي خارجي حاجات خارجي بره. بالاضافه كمان لان انا بعتبر ان ده اول سيت كوم ينفع للكبار والصغيرين. توته بتعمل مفارقات كبيره جدا تضحك، وانا خالها هي ومحمود العسيلي. المفروض ان انا اعمى باجي اعيش معاهم، بعمل لهم بلاوي بقى في طول الحلقات. معاك سوسن بدر، مي كساب، عسيلي، مجموعه كبيره. ايوه، سوسن بدر هي جارتي اللي انا بحبها، كنت اعرفها من زمان قبل ما تعمي. ومي كساب بنتها، واحمد خالد الصغير ابنها برضه. يعني احنا اسرتين قصاد بعض بس في علاقات متداخله كده بيننا وبين بعض يعني. حضرتك بتقولي كمان ان هو بيبقى فيه تصوير خارجي. احنا متعودين دايما السيت كوم حتى اللي بنشوفه من امريكا او من اي بلد تانية بيبقى كله اندورز، ما بنشوفش حاجات خارجي خالص. اشمعنى قررتوا ان انتوا تعملوا يعني مبسوطه يا توته يبقى فيه كمان حاجات خارجي؟ يعني احنا قلنا ايه، بلاش نخنق الناس في 30 حلقه كلهم في الاستوديو وديكور واحد وبتاع. لا، ايه المانع ان احنا في مشاهد في نادي نطلع نعملها في نادي، في مشاهد في مستشفى نطلع نعملها في مستشفى. ايه المانع يعني؟ ولكن التايمنج هو بتاع السيت كوم اللي هو ال 25 دقيقة او ال 20 دقيقة. انت عازمنا النهارده على انا مبسوطه يا توته. طبعا احنا مبسوطين احنا مع حضرتك النهارده، وعايزه اعرف توته طبعا هي جانا اعتقد بهدلاكوا. طبعا انا عارفه. اولا انا عايز اقول لك على حاجه، انا عمري ما اتعاملت مع جانا قبل كده، لكن شفتها وهي بتمثل في افلام كتير يعني. بس انا فوجئت ان هذه الطفله ربنا حاطط فيها موهبه، ربنا يحرسها طبعا. وانا قلت لابوها كل يوم بالليل لازم تقرا لها قران. البنت بسم الله ما شاء الله فيري 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 بروفيشنال. اخبارك ايه في المسرح؟ كان سمعنا ان في حاجه قريب. هو في حاجات في المسرح بس يا رب يرجع المسرح تاني. في حاجات مع الاستاذ احمد الليبياري، كان في حاجة اخر حاجه عملتها مع الاستاذ جلال الشرقاوي اللي هي الكوتش اللي كانت بتهاجم نظام الاخوان، بس بما انهم راحوا وغاروا فوقفنا المسرحيه. لكن احنا دلوقتي بنجتهد ان احنا نعمل روايه تانية على مسرح ريحاني، تاليف وانتاج الاستاذ احمد الليبياري. السينما اخبارها ايه؟ حارس الرئيس ان شاء الله انا بحضر له بقاله فتره طويله تحضروا وبعدين توقفوا. ايه الاخبار دلوقتي؟ اكسكلوسيف لعين. طبعا دلوقتي الانتاج في ازمه، واديك بتشوفي كل الافلام اللي بتتعمل دلوقتي لو بادجت، انما الفيلم ده كبير جدا وتكلفته كبيره جدا، فعايز تحضير جامد جدا جدا يعني. فهي دي المرحله اللي احنا فيها، التحضير والمنتج يبقى معاه فلوس تغطي الفيلم. تالت ورابع.
عارفه نجاح تامر وشوقية، يعني كلنا لغايه دلوقتي فاكرين حلقات ليها، اكيد بيخليكي تفكري قبل ما توافقي اكيد على سيت كوم تاني، صح؟ اكيد، بس الورق والكاست والمخرج وكل كرو العمل بصراحه هو اللي شجعني جدا ان انا اشتغل. كمان مدام مي مسحيل مبسوطه جدا ان اتعرفت عليها، وهي كمان شجعتني قوي ان انا يعني اخد الخطوه دي. انا كنت رافضه تماما، بيجي لي سيت كومز كتيره قوي بس انا كنت رافضه، بس يعني وافقت في الاخر. طب ايه اللي شدك بقى؟ فانا مبسوطه يا توت. كنت حاسه ان انا محتاجه ان انا اعمل كوميدي، ده كان اول احساس داخلي يعني. بعد كده الورق عجبني وتركبت الناس بقى مع بعض، يعني استاذ طلعت زكريا مع مدام سوسن بدر مع محمود العسيلي مع الاطفال اللي معانا وحماده بركات وكريمه، فكل ده كاست يعني شدني ان انا ابقى موجوده. والورق انا بحب الكوميدي جدا، واستاذ طبعا فتحي الجندي المؤلف، احنا اصدقاء من السنه اللي فاتت، دي تاني مره اشتغل معاه، فتشجعت ان انا اعمل لاني واثقه في ورقه يعني. دورك ايه طيب؟ بنوته خريجه كليه العلوم اسمها افين. هي افين كمان اللوك بتاعها حلو قوي. افين لايق على افين. فهي اتخرجت من دار العلوم من كليه العلوم واشتغلت في معمل تحاليل، فهي طبعا متضايقه جدا لانها شايفه نفسها تستحق مكانه احسن من كده. هنشوف بقى في الحلقات ايه اللي هيحصل. وبتحب جارها اللي هو محمود العسيلي، برضه هنشوف ايه اللي هيحصل في الحلقات. ويعني تركيبه ظريفه، واتبسطت جدا برضه ان احنا صح كوميدي بس عندنا حاجه بنقولها، وهي اهم حاجه ودي مسج واضحه وصريحه، ان عندنا مشكله كبيره جدا في مصر. الناس كتيره بتتخرج من كلياتهم وما بيشتغلوش الوظائف اللي المفروض يشتغلوها. خليني اقول لك ان الكرو كله كان قبل ما نصور عاملين كلهم بيقولوا احنا بنحبك مع اوكا واورتيجا وشحته والاغنيه، وانت كنتي مبسوطه جدا كمان وانت بتصوري الفيلم، وكنا معاكي كنتي مذيعه هايله. انا كنت في الاول هطمع واخد خلاص بقى. انا طبعا سعدت جدا بالتجربه دي. الالبوم بتاعهم نازل قريب وانا عامله معاهم دويتو جديد في الالبوم او اغنيه برضو انا حباها جدا وان شاء الله تعجب الناس. تقولي سينما شغاله ايه فيلم ايه الايام؟ شغاله في فيلم النبطشي، تأليف محمد سمير مبروك واخراج استاذ اسماعيل فاروق وانتاج دولار، بطوله محمود عبد المغني، استاذه هالة صدقي، ادوارد، ومجموعه كبيره، رامز امير، في مجموعه كبيره يعني. تقولي لنا عن تفاصيل عن دورك شويه في النبطشي اكسكلوسيف لاين. حاضر. دوري بنوته، هي بروديوسر في قناه، وهتتعرف بقى على مغني وكده، وهنشوف بقى اللي هيحصل بينهم في الفيلم. انا شفتك فين قبل كده؟ انا ما اعرفش حضرتك. لا بس انا ما بنساش. انت بدأت السينما دلوقتي بتعمل سيت كوم، الموضوع مش صعب شويه او مختلف؟ والله بصي يعني هو كانت تجربه واحده في السينما، وانا تقريبا مش فاكرها يعني. من كتر ما جت ادمت. فانا يعني لا لسه فاكرينها على فكره. لا انا عارف الحمد لله الفيلم كان جميل، وكان مشكله ان انا اعمل سينما تاني لانه كان فيلم ناجح قوي، وكان كمان الكاست وكده، فعشان كده ما عملتش سينما تاني. فعشان كده السيت كوم لا مش حاسس باختلاف، طبعا اختلاف في يعني في العمل نفسه او في طريقه الشغل، بس انا بالنسبه لي اكني اول مره لسه بمثل، لان زي ما بقول لك نسيت كل حاجه. السينما بيبقى دايما ليها جمهور مختلف، الجمهور بيروح يقطع التيكتس، لكن انت دلوقتي داخل تارجت حاجه تانية، انت بتعمل سيت كوم، حاجه كل الناس بتشوفها في رمضان في التلفزيون. انا هقول لك البق التقليدي بتاع كل الفنانين، انا داخل لكل البيوت، داخل لكل البيوت، فربنا يستر واكون دمي خفيف على قلبكم وعجبكم. بس انت اكيد خايف طبعا، مش هنهزر بقى. انا خايف جدا طبعا، لان انا فعلا مش قادر احكم على نفسي خالص، بس كون اسمه لي كويس وانا مش عارف ايه، بس عارف انت لما تخلصي مشهد حلو كويس شاطر، فاهم، وانا ربنا يستر. لسه بقول لطلعت احنا اول ما سمعت عسيلي ما يكسب، قلت اكيد في غنى، يعني مش معقوله تبقوا انتوا اتنين مش هنسمع حاجه. اكيد هيبقى في غنى، بس غنى بهزار، يعني ممكن مثلا في اغاني مثلا في حلقات نغني حاجات شعبي، في حاجات مش عارف ايه، واحنا طبعا عاملين تتر البدايه، واحتمال كبير يبقى في تتر النهايه انا ومي نعمله دويتو. احنا تتر البدايه كلنا مغنيين فيه، والاساتذه بيغنوا حلو جدا جدا، بقول لكم اهو، وانا ومي مغنيين معاهم، واحتمال تتر النهايه يبقى انا وهي نعمل له دويتو. عرفت انت فنان في السيت كوم؟ ايه ده؟ لا انا فنان، مهندس ديكور. فنان برضه. يعني مهندس ديكور وبحب المزيكا، لازم يزنقوا لي المزيكا في اي حاجه يعني. مش شايفك الا في كيبورد ورانا وبيانو بتاع. بيانو من العده برضه. طبعا من العده، وهقرفهم لسه ما ابتديناش نصور في الكافيه بقى، اول ما نصور في الكافيه هشغله واقعد اصدعهم. طب الغنى اخباره ايه؟
هاي لا الغنى الحمد لله كويس، الحمد لله تمام. لسه بس هبتدي احضر في الالبوم الجديد ان شاء الله. الالبوم اللي فات نزل بقاله سنه ونص، وانا شويه باخد وقت في تحضير الالبومز بتاعتي، بس هحاول الالبوم ده ان شاء الله يكون مثلا كمان سنه ولا كمان سنه ونص، لانه لانه الطبيعي بتاعي بيبقى كمان 3 سنين لسه ما ابتديتش فيه. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني هيبقى بدري، واحتمال كبير جدا يبقى فيه سنجل او 2 ننزلهم كده، يعني اللي هو بالظبط بيهم. احنا عايزين الشبرقه دي. حاضر ان شاء الله. اول هنتشبرق اول شبرقه امتى؟ لا بصي لسه مش عارف، لان ممكن احتمال ممكن بعد ما نخلص تصوير مسلسل هيبقى خلاص رمضان داخل على الابواب، فبعد رمضان هيبقى العيد الصغير، بعد العيد الصغير يعني هنعدي العيد هنعدي كل الاعياد. غالبا بعد رمضان هبتدي ان شاء الله احضر خلاص ابتدي اسجل يعني. استنى افتكرتك، انت الحرامي اللي سرقت الموبايلات من زمايلي في المعمل يا ابني. مبسوطه يا توته؟ مبسوطة يا توتة، طبعا مبسوطة. توته نجمه السيت كوم. يجي بقى دورك، انا سامعه توته شقيه شويه. جدا. بتعمل بقى مقالب بقى وحاجات كده، في اخر الحلقة كلهم بقى يقولوا لها مبسوطة يا توتة. ما سمعكش اقول لك مبسوطه يا توته، تقول او كل شوية انا المشهد وهي مبسوطة يا توتة. وساعات بقول كده برضه. قولي لي مين اكتر حد بتعملي فيه مقالب في السيت كوم؟ ممكن محمود العسيلي، اسمه هشام، بس انا بقول له مشمش، انا اقرب له اخته. مي كساب بتعملي فيها طنط مي كساب يبقى اسمها افين، هي جارتنا. افين عامله موديل شبه موديل شعر. شوية يعني. وأستاذ طلعت زكريا بقى هو المفروض يبقى خالنا، وهو مش بيشوف، بس هو بيضحك علينا عشان يقعد معانا بقى وكده. طنط سوسن، احكي لي كده انت عامله ايه معاهم في السيت كوم كلهم؟ تمام بقى، نقعد نهرج بقى وشويه افتح الايباد نعمل بقى وشوش اللي هي بتتخن ومش عارفه ايه عارفه الحاجات دي. نقعد نلعب بقى في وش كده يتحط على الصوره ونقعد نرقصهم كده.